السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم المشمش في المنام. أما رؤية المشمش البرتقالي بتشير رؤية المشمش في المنام إلى المال والرزق والخير والبركة، وإلى الصحة البدنية والصحة النفسية، وإلى إنجاز العديد من الأعمال والمشاريع الناجحة، وإلى وجود الشخص الداعم لتوسيع هذه النشاطات التجارية. أما رؤية المشمش الأحمر بترمز رؤية المشمش الأحمر في المنام إلى الحب والغرام والهيام والشغف، وإلى نضوج العلاقة العاطفية. يعني هنا الرؤية بتؤدي إلى ارتباط الشاب الأعزب أو الفتاة العزباء، وسوف تتكلل هذه العلاقة بالزواج بإذن الله تعالى. أما رؤية المشمش الأصفر بتعتبر رؤية المشمش الأصفر في المنام من الرؤى الغير محمودة، لأنها رسالة وإشارة إلى المرض وإنفاق المال على مصاريف العلاج. كمان بتؤدي إلى ابتعاد الحالم عن طريق التقوى والحق والإيمان والاستقامة. بيرمز رؤية المشمش الأصفر في المنام أيضا إلى انتشار الفساد والبدع والظلم والفتنة والغيبة والنميمة، وإلى حاجة الحالم للحلول المناسبة بخصوص أمور وقضايا عالقة. تفسير رؤية شجرة المشمش بتدل رؤية شجرة المشمش في منام الحالم على الرجل الحكيم والخلوق والرزين والتقي والبار. أما رؤية شجر المشمش الأصفر بتدل على الرجل المريض والمتعب، أو إشارة إلى الرجل فاحش الثراء والغني. وقد ترمز شجرة المشمش إلى المال والرزق والعمر المديد والاستقرار والاطمئنان. طيب، بترمز رؤية المشمش الأصفر الكثير التي تحمله الشجرة في المنام إلى المرض والضعف. رؤية المشمش الأصفر على الشجرة بتدل على التغييرات الحاصلة في الأوضاع المالية والمعيشية. بتدل رؤية المشمش الأصفر على الشجرة على تراجع العلاقات الاجتماعية بين الحالم وبين الآخرين. بترمز كمان رؤية المشمش الأصفر على الشجرة إلى مرور الحالم ببعض الظروف الصعبة والقاسية والسيئة. من يرى في منامه إنه يقوم بقطع غصن شجرة المشمش ويجعل منها عصا يتكئ عليها، فسوف يحصل على الأموال من رجل ثري، أو إنه يطلب العلم أو المعرفة من عالم جليل. بتشير رؤية كسر غصن شجرة المشمش وأخذها عصا إلى الإبداع والمهارات، وكمان التطوير والابتكارات الهامة. أما رؤية تسلق شجرة المشمش في منام الحالم بيدل على سعي الحالم وراء تحقيق طموحه لبناء مستقبل أفضل وحياة أجمل، وكمان على تحمله على المسؤوليات والالتزامات والقيام بالواجبات كما يجب، وهو بيتطلب منه الصبر والجهد والتعب والمثابرة. بتدل رؤية تسلق شجرة المشمش على أن الحالم قادر على تخطيط وتنظيم شؤونه. تشير رؤية وقوع الحالم من على شجرة المشمش إلى خيبة الأمل والفشل. طيب، وتعرض الحالم للخسائر المالية أو إضاعة فرصة عمل. بتشير رؤية وقوع الحالم من على شجرة المشمش إلى المشاكل والمتاعب، وإلى إخفاقه على الصعدين المهني أو العلمي. رؤية شجرة المشمش وهي عارية وخالية من الثمار في المنام بتدل على أن الحالم يعيش في حالة من الوحدة والعزلة والانغلاق على نفسه، وعلى حاجته إلى العواطف والمشاعر، وافتقاره إلى وجود الشريك بقربه. بترمز رؤية شجرة المشمش عارية إلى شعور الحالم بالعجز والضعف، وحاجته الملحة إلى المال والأصدقاء والصحبة. عندما يرى الحالم في منامه المشمش المجفف، وإذا أكله فسوف يحقق الأرباح العالية في المشاريع أو الأعمال التي يقوم به. بتشير رؤية المشمش في غير الموسم بتاعه إلى مواجهة الحالم للمشاكل والمتاعب التي تسبب له الإرهاق والتعب، وإلى حدوث بعض التغيرات على الصعيدين المهني أو العائلي. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.